جزء من هذه السلطة وجزء من بعض الأحزاب بالبلد أو القوى أكيد. على علم بالتفاصيل الكاملة بما فيها الوصول إلى مجرى نهر الأولي، تحقيق الحلم الإسرائيلي الكبير التاريخي الوجودي. والبعض قاعد عم بيراهن على أنه بتصير إمارة في لبنان تمتد من الأولي للشمال لمحيط طرابلس، وأنه فعلا هذا الكلام اللي عم يجي ترحيل وما ترحيل ما أنه جاي هيك، مش من فراغ. هيدا مقدمات. وهيدا المشروع أنا متحدث عنه بال 2003. يوم كنت جاي أنا من أبو ظبي أخذت التفصيل وقتها من شخصية كبيرة وقتها، وكنت أنا مستشار بالخارجية مع نعم. قال لي تعال فرجية الشرق الأوسط الجديد بالخرائط بما فيها حدث أمني في لبنان، خروج الجيش السوري، ومن ثم إخراج حزب الله نهائيا والشيعة. أول شيء مكتوب سحق حزب الله وإخراج الشيعة ونشر شو مسمينا المنطقة الممتدة، شوفي من النهر الأولي حتى الحدود، مسمينا منطقة مشاع للقوات الدولية اللي هلا عم يتحدثوا إنه في قوات دولية بدها بريطانية متعددة وغيره للأولي، وتفريغ السكان من الشيعة وخلق أزمات بالداخل، والبقاع بصير لسوريا. ووقتها كمان حكي انه بينقتل بشار الاسد بالخريطه خلال 90 يوم، وتدخل سوريا بحرب شبه اهليه، تتقسم، تركيا بتاخذ الشمال بما في حلب، منطقه درزيه بالجنوب، المنطقه الكرديه ومنطقتين سنيات والمسيحيين الى لبنان، ولبنان جزء منه حيتفدرل. كلام كان بتحسي انه وكانه مش منطقي، وانه العراق بالثلاثه كردي سني شيعي، وكانت انه على اساس سيناء تصير مع داعش اذا بتذكر اجت فتره حاولوا. هذا مشروع قائم وهم بيفكروا لابعد. طب خلينا نقرا الشؤون الاسرائيليه. نعم. عما يتحدث الاسرائيليون بهالمرحله هاي عن توسيع نطاق اسرائيل. طب لاحظ الخط هلا اللي حيمتد، شيلي من عند الزهراني هلا اول فتره، بديش هلا بس المنطقه الشريط الاصفر ما يسمى الشريط الاصفر، خذيه هيك افقيا بيطلع على جنوب البقاع الغربي مع جبل الشيخ، مع مين بتواصل؟ مع المنطقة العازلة اللي أخذتها إسرائيل بسوريا، واللي هلا كمان بدها توسعها لحتى توصل لمحيط لقبالة دمشق بشي 10 كيلومتر، وضلها رايحة للتنف لغيره. هيدا المشروع اللي بده يضاف إليه ما سيجري في الضفة الغربية من تفريغ ومن دفرسوار بيؤدي إلى أزمة بالأردن. محضرين إنه هذا، ولكن ترامب طلب من نتنياهو تأجيله، لأنه إذا عمل هذا ستعلن عن إسرائيل الكبرى، سيعلن عن إسرائيل الكبرى، ولذلك تنتهي القضية الفلسطينية وما بيعود حدا يقول حل الدولتين، لأنه هلأ صار في 800,000 ل 850,000 مستوطن جديد بالضفة الغربية، وهول مسلحين تسليح كامل وعم يتوسعوا أكثر. وإسرائيل إذا ضمتها تماما ومثل ما ضام الجولان ومثل ما بتريد بجنوب لبنان، هيدا اللي قال عنه إنه ترامب أنا شايف خريطة إسرائيل ضيقة بدها توسيع. بس ليش طلب من نتنياهو تأجيل المشروع؟ لأنه هلا لاحظي أنت شو في بالمنطقة، ما بده يصير حفيظة بعض القوى اللي هي ضمن الوصاية الأمريكية اللي منها السعودية اللي عم تقول أنا ما بروح على التطبيع وما بروح على شيء إلا إذا في حل القضية الفلسطينية. وكمان هذا الأمر بيستفز أكثر هذا الشعب العربي الميت، الشارع المستقيل من ذاته ومن كرامته ومن قضاياه الكبرى، فعم ياخذونا قضمة. هذا اللي عم بيصير اليوم، عم يقطفوا الخرائط مثل ما بدهم، وعم يصير في رسم خرائط ألعن من سايكس بيكو. يعني بعدنا ضمن خرائط سايكس بيكو، لكن عم نعمل سايكس بيكويات داخل. شوفي نحن لبنان فدرال ولا لا؟ أكيد مقسم مثل ما قال زياد الرحباني، يعني خريطة عالم مجموعية. بسوريا شو بيقدر يفوت الشارع على منطقة السويداء الشمال السوري لوين؟ بعد شوي شو ناطر الساحل. تطورات انا بقول له من هلا في تطورات بالساحل ستصل الى ان يكون الساحل منطقه مستقله، محضرين لهم هيك شيء مريحه. طيب شرق سوريا وين؟ مع مين؟ مش مع الاكراد، مش مع الامريكان. بالتالي العراق شو وضعه؟
نحن هاي الخرائط اللي عمالة تنرسم بلحظة فيها فراغ ايديولوجي وفراغ استراتيجي، ما في نظام عربي متماسك قادر. اجت احداث الخليج هلا، هذا النظام تخليه يترنح. صح. بهالوقت شو بدها اسرائيل احسن من هيك لحظه تاريخيه لتتوسع؟ شو بدها احسن من هيك سلطه بلبنان يعني عم تتماهى معها لحتى تنفذ اوقات عم المشروعات؟ تتخطاها. شو بدها احسن من هيك انها صارت عم تقدر تضرب وين ما بدها بايران، وتريد عم تحضر بالسياق اللي رايح لاسرائيل الكبرى اللي بدها تمتد من غرب قناه السويس، من منطقه الدلتا، مثل ما حاطين البادج الجنود الاسرائيليين على كتفهم. هاي من منطقه الدلتا سيناء تروح مع الاردن، مع جزء كبير من لبنان، جزء كبير من سوريا الى حدود العراق. وهي الان صار عندها طموح اذا سقطت ايران يصل هذا النفوذ الاسرائيلي الى حدود افغانستان. يعني بياخذ السعوديه ومصر. بيكون بالسعوديه المشروع الاسرائيلي اللاهوتي التوراتي اللي لازم يقولوا البعض هون يصل الى الاحياء الشماليه من المدينه المنوره، لانه كان يسكنها اليهود. هذا عدا اذا بدي احكي لك اسرائيل شو محضر لبعدين. بدها تعويضات بعشرات المليارات لاملاك اليهود اللي كانوا بالعالم العربي، بالعراق، سوريا، وبلبنان، وبمصر، وصولا الى المغرب، بما فيها السعوديه، بما فيها يمكن بدهم يشوفوا مين اللي زعلوا لهذا اليهودي اللي كبس بالي قدام النبي، لازم نقدم لهم اعتذار تاريخي، طلعنا نحن الغلطانين مش هن. هذا المشروع الاسرائيلي. نعم. هذا اللي بيقرا شو المخطط لهذا الامر بيوصل بيعرف انه بتفسري انت كل اللي عم يحصل. في البعض مش قابض هذا المشروع، بعده آني، عقلنا آني، لا كذا بكره اسرائيل لك لا ما عندها اطماع اسرائيل ترجع وغيره، وانه لا لانه في كم صاروخ نحن استدرجنا اسرائيل انها تجي. شو الشعب تحكي هلا؟ اوكي اخطاوا بالصواريخ ببيان الصواريخ. نعم. انا بقولها بجرأة. اعطيته فرصه لكل اللي بالداخل يصور لك تضحياتك هاي على انها هي دفاع عن ايران. نعم. من هو هالذكي اللي طلع هالفكره؟ ما بعرف شو كانت الاعتبارات، بس مش كان ولا بد من انه اشاره الى السيد الامام الخامنئي. اوكي بضرب 100 صاروخ بما يليق فيه. وبعمل همروجي. اما انه بهالطريقه وشايف انت وخلف ظهرك الافاعي وصعاليق المراحل والميديا السوداء اللي ناطره منك اي خطا لحتى تكمل تشويه واقعك وتكمل الهجوم. ليش اعطيتهم هالفرصه؟ هلا هن على كل حال شو ما عملت المقاومه اذا ما في شيء بيخترعوا شيء لحتى يحكوا على المقاومه. شغله كمان بجرأة، يعني هن ما يمكن بيحبوش يسمعوا هذا الكلام. اسرائيل اذا لم تتألم بمعنى الألم بالداخل ما حتقدم شيء لا بالمفاوضات ولا حتوقف مشروع. يعني معلش حقولها كمان بجرأة أكبر، وبعرف انهم اعتباراتهم المقاومه انا ما بزايد عليهم، انا زلمه عادي محلل عادي يعني، ولا ادعي شو اسمه استمرار بس الاشتباك داخل المنطقه الصفراء، انه انا عم بقصد بس الجنود، لن يؤثر تاثير الكبير على اسرائيل لاتخاذ قرار بوقف هذا. بس في عمليات بداخل فلسطين؟ لا بعد ما عم بيصير. نحن بال2000 كانت المقاومة عم تضحي وقدمت المئات من 82 لل 2000 وتصاعد. نعم. لكن اللي ساهم معنا مين؟ تظاهر الأمهات، أمهات القتلى والجنود اللي على الجبهة وكذا، وصار في شغلة كبيرة ضد يهودا باراك، وكان الانسحاب التشريعي بتموز صار بأيام قد ما صار في ذلك. المقاومة أنا بقولها بحبوا يسمعوا ما بحبوا يصطفلوا. إذا ما آلمت الإسرائيلي عم يضربك شيء داخل الخط الأصفر فقط، لا والله عم بوصل للسعديات، والله عم بيطال قائد لك بقلب حاره حريق بعيد نص ساعه. نحن كيف المعادله اللي ارسلها سماحه السيد؟ حياته بحياته غيره. اذا انت ما وجعت الاسرائيلي، وانا عم بقول اذا ما وجعت خلف ظهره وبالمناطق اللي بتخلي تيجي لحظه تولد فيها معارضه حقيقيه لكل ما تقوم به اسرائيل وبتتناغم مع عملياتك، ساعتها بنخلق جو معين تدفع فيه اسرائيل الى وقف عملياتها او البدء فعلا
بالمباحثات الحقيقيه مع المقاومه، ما يعذبوا حالهم مباشره. حيلف مثل ما بقول عادل امام، حتلف تلف وترجع، بدها تيجي لعنده. الامريكان بدهم يفاوضوا، مين ما كان اذا ما فاوض المقاومه ما في يعني. وعملوا اتفاقيات والمقاومه ما بدها، اذا رجال قلبوا عليها. وهي الاسرائيلي خلي يضل مكمل، وما حدا يقول له انا عمال لي. فلينتبه الناس الى الاول. هلا للزهراني حتلاحظوا هلا جمعه الجايه بعد ما يرجعوا من واشنطن، نتيجه يعني بعدها معقده، نتيجه الوضع الايراني الامريكي وين بتفرخ. اسرائيل حتصعد هلا بعد نهار الاحد بشكل اكبر، ومن ثم بنشوف بدايه تفريغ معظم قرى الزهراني. هي المرحله عنوانها قرى الزهراني، لا تقربي الى محيط قرى صيدا بالمرحله الثالثه. ونحن قاعدين عم نتعاطى بالسذاجه السياسيه، عم نتعاطى حتى بما فيه من الثنائي. اسمحوا لي، انتم ما قاعدين هلا بازمه طرف تشكيل الحكومه، في وجود خريطه عماله تنزل، معالم عماله تروح، ناس عماله مدنيين وغير مدنيين ودفاع مدني وصحفيين الى جانب المقاومه. بدها الموقف السياسي يكون غير هيك، بدك تمسك الشارع وتحركه. انت غلطتوا ب5 اب وب7 اب لما تركتوا الامور مطمئنه وفرفكتوا ديكم، وغلطتوا بالمراحل اللي جايه عم يستأسدوا عليكم. اما لما كل واحد يرجع لحجمه ساعتها وخلق ازمه حكم، عشو خوفان وضرب محل ما بيقلم اسرائيل، عشو خوفان قال ما بدي اعمل معادله ببيروت. ومعادله يا حبيبي ما اجى الاسرائيلي ب10 دقائق عمل ببيروت ما لا يعمل 300 شهيد. ونحن موعودين انه لما انت تنضرب بيروت بدك تكسرها لتل ابيب. هي واحد اثنين. ليه ما عم يستخدموا الصواريخ هلا الشباب؟ ما بعرف يعني. انا عم بحكي متألم، انا زلمه هلا عم بحكي كمهجر، عم بحكي كانسان جنوبي، عم بحكي كابن حوله، عم بحكي ابن هاي البيئه. انا مع الناس بعرف تحت هلا شو عم يحكوا الناس، تركيني من البروباغندا. نحن عم نتألم، بدك تعجل. وصرنا عم نتألم من الداخل اكثر من الاسرائيلي. وهنا خوفان يخلق عندكم تيار، بده يخلق تيار متطرف عندكم وغيركم، ساعتها هو بيفجر الداخل وانتم ما بتعودوا تقدروا تمسكوا كل شيء. لانه يعني ليش هيك الشمس؟ بلكي ناطرين تندلع الحرب مجددا بين ايران وامريكا، هذا بيكون وضعهم ليش؟ خطا. انا ما بعرف شيء. اذا بدنا نحكي المنطق، انا بدها تكون معركتي معركه لبنانيه وطنيه. وهلا من هلا لازم تفكروا جديا، مش مع احزاب بمحل باوتيل وتعالوا نعمل بيان. انتوا لازم هلا تجيب القوى الوطنيه اللي كانت هي كمان من مؤسسي المقاومه يوما ما، لحتى نعمل بلش حركه مقاومه وطنيه بتكون المقاومه الاسلاميه جزء منها، لنبلش تحضر لانك تقاتل الاسرائيلي وتعمل حاله سياسيه تليق بهذا التضحيات امام. اما انه نضلنا عم نسكت وما شيء وعم نلعب على حافه الهاويه وعم نلعب على الوقت لنقطع وقت، بلكي بيخلق شيء، بلكي بنضغط، بلكي حدا، بلكي بصير. حبيبي مساله وجود ومساله اطلاع. اسرائيل كمان معتبرتها معركه وجود. صار لي سنتين كل حلقه بتذكري طبعا اتحدث وكنت اقول حرب بأنماط مختلفة بتكنولوجيا مختلفة وحرب وجودية سوف نقتلع فيها من الجغرافيا. صاروا يتهكموا البعض، واللي يشوفني هو عم بقابل مزح شو عند الحرب استاذ رفيق عمل لي حرب، والثاني شو وانا اقول شوفوا دلعت الحرب لغايه ما اندلعت. هن بعدهم مش مصدقين انه امام هذا الهول ما يجري. فيكي ما تقولي انه ما اعد لنا الاسرائيلي اعداد كامل ومدروس وصار له سنين ليوصل لهي المرحله، عم يعرف الواحد اي ساعه بينام عن خدته. خلينا نحكي بصراحه. وهناك اخطاء ارتكبت كمان بالامن. هلا هن ظبطوا امورهم. نعم انا بقول لك ترسانتهم الاسلحه ممتازه، الشباب عظيمين اللي عم يقدموا تضحيات، ولكن ما بكفي ضمن الشريط الاصفر. الاسرائيلي لو عم يقاتلك من عند الشريط الاصفر مع القرى المحاذيه مثل ما كان شريط الحدود، بيقول ايه؟ الاسرائيلي فاتح الجبهه كامله، اين يجد هدف له حيقتله
لو ببير العبد او بالضاحيه او بالجاموس او ببيروت، وانا اتوقع جوله جديده جايه قد تكون بيروت الضاحيه جزء من الاهداف على خلال الاربعه اللي راحت، لانه الاسرائيلي بده يضغط اكثر بعد. اولا ليضغط على المقاومه ويدفعها الى دفع ثمن اكثر، ثانيا ليعزز مواقف البعض بالداخل انه شفتوا ما خلونا نروح على المفاوضات، ليكوا البديل، يعني بتحجج بالموت عنا بدل ما ياخذ موقف يقول لا مفاوضات. مفترض لا مفاوضات طالما في رصاصه وحده، وكل واحد عم يتماها مسؤول تاريخيا، مثل ما حيكون حنحاكمه بيوم من الايام حتى لو بالسياسه. اللي اعطى القرار بانسحاب الجيش اللبناني امام التقدم الاسرائيلي بهذا الرئيس اللي اعطى القرار، مين ما كان يكون، هيدا بيوم من الايام بده ينحكى فيه، ما يفتكروا انه حتمرق. والا في دوله تسحب جيشها حتى لو ما كان عندهم امكانيات، علما انه انتم اللي فقدتوا الفرصه. 15 شهر المقاومه عم تاكل قتل، والناس عم ياكلوا قتل وموت وشهداء، وعطوكم 520 موقع ومركز فيهم سلاح، انتم بتعرفوا ومصورين، وانتم كنتوا تقدموا الصور للامريكاني وللاسرائيلي ليتاكد وتفجروه، لانه اجت لحظه خليتوا الجيش يامر الاسرائيلي يروح لمحل يا عيب الشوم. قصدك الاسرائيلي يامر ايه؟ ومع هذا وكله، ايه فقدتوا الفرصه، كنتوا خلوا الجيش على الحدود، ما وصل عندنا بحوله وماس وغير مركز، خلوا الجيش وما كان في مقاومه وعال. وانت هون ساعتها بضلك لانه لما الاسرائيلي بتضرب الجيش عم تضرب الشرعيه يا سيدي، شو بدي بالمقاومه؟ تشتغل ساعتها بالسياسه عليها صح، وما بيحملها الاسرائيلي، لا سحبته وطلع لحتى صرنا بهالطريقه اللي قالوا له روح على شمال هيك. من 48 يوم اللي مزت حول بيناتهم جدي والكلب، سحبوا الجيش واجوا الاسرائيليين فاتوا على حول 89 انسان ذبحوهم، ما بين تفجير بالبيوت هيك يحطوهم بالبيوت فجرون او على الحيطان، ومثل ما عملوا مذبحه بصلحه، واحتلوا لمعلومات البعض اللي هذيك اليوم عم بقعد مع وزير ما بيعرفش انه الشريط الحدودي الاول انعمل سنه 48 مش 78. ما قلت له شو صار ب 48 طلع فيه الشريط الحدودي ضل 9 اشهر الاول محتل 10 12 قريه لغايه ما صارت مباحثات رودس واجت اتفاقيه الهدنه لحتى انسحب الاسرائيلي ورجعنا على قرانا ودفنا شهداء حول اللي ضلوا 9 اشهر بجوده الكنز. هذا ما بيعرفوا بتاريخ البلد. وانعمل اتفاق الهدنه اللي دفعنا ثمنها اتفاق الهدنه 1200 عسكري من الاول الى الحدود وكان مصفحه، بس ما حدا بيعرف اتفاق الهدنه كمان. المناطق اللي سميتوها هلا الحافه كان فيها طريق وحده هي على جنب الحدود، بتروح من عند حد مرجعيهم بتروح على كفر كيلا، على عديسه، على رب 30، على مركبه حوله ميس كذا حبيب بليده يعتروا. كنا من الساعه 6 عشيه ل 6 الصبح ممنوع تغادري انت القريه لو بيموت الواحد يستخدم هالطريق، طريق عسكري وممنوع، وما عندنا طرقات تجمعنا بالداخل. قال ما كانوا يعملوها، قال خط دفاع اول مشان اسرائيل ما تتسلل. يا عيني عليكم، اسرائيل نزلت بوقتها بالستينات بمطار بيروت وشربوا اكسبريسو كان جديد المكنه واكلوا من هاي البوظه تهكموا علينا تهكم اذا بتقري الكورن هاي وتمشوا، وفي مجموعه من الجيش اللبناني فاتوا على الاوض لجوا ولم يطلق على هول الاسرائيليه رصاصه، ونحن هونيك ممنوع. كنا عايشين بهي. اذا واحد جرح او عصته حي او مريض او شيء بده ينتصر ل6 الصبح. هذا اللي كنا نواجهه. عاد شو بدي لا كهرباء ولا طرقات ولا تعتيل. وكان وقتها سياسه قال شو نائب النفس، ما كان قال بده يربطوا اسم لبنان بفلسطين. وما بدي احكي هلا عن اسرار معركه الملكيه، اذا كان قرار من الدوله والله الشهيد محمد زغيب بقرار منه جمع كم عسكري وكم متطوع وراح خاض العمليه وتصوب بصدره ونقلوه على مستشفى السور، اصيب بالتهاب رئوي واستشهد وسحبوه للوحده اللبنانيه من بعد ما هجموا الاسرائيليين. ايه وقال انه راح لحاله هو وكم متطوع وراح من عنده شيء معنا واحد من حوله. فبالتالي نحن عارفين تاريخ هذا السلطه بكل مره. بعدين اذا بدنا نقعد نحكي هلا شو بدك بالسوشيال ميديا وانتم السبب جبتوا اسرائيل. يا حبيبي انت
انت ب 58 جبت المارينز وقت كمين شمعون على بيروت، انتوا اللي جبتوهم. بال 69 بعتونا، عملتوا اتفاقيه القاهره وانتشرت الفصائل الفلسطينيه، مع احترامي للثوره الفلسطينيه اللي ادت الى ان يصبح الجنوب منطقه للقصف اليومي، مما ادى الى الهجره الكبرى. عشان هيك طلعت الضاحيه بعد ذلك، صار في حشد بالضاحيه ومعظمهم سافروا لبرا وغيرهم. انتوا بال 69، انتوا اللي رحتوا جبتوا السوري بال 76 صح، وانقلبتوا عليه لما فتحتوا خط مع الاسرائيلي وصارت معارك مع السوريين بالاشرفيه وغيره وكل شيء. انتوا اللي جبتوا الاسرائيلي ب 82 وعملتوا قوه متقدمه له، وانتوا مع بعض قوى الجيش مع الاسرائيلي فتوا على بيروت الغربيه وراح 2500 شاب نصهم انزت بالحوض الخامس. ما يخلونا نحكي. مين انتوا استاذ رفيق؟ كلها هي القوى اللي هلا عم تزقف للاسرائيلي، الا اذا فاكريننا بلا ذاكره. انتوا اللي عم تعملوا، وستسقطون مره اخرى، سيسقط رهانكم مره اخرى. ما بتزبط. اذا المقاومه رجعت ضربت ايدها على الطاوله والقوى الوطنيه بالداخل ما بيزبط، لا مارينز ولا غير مارينز. واللي بده يتذكر من 82 لل 84 ماذا حصل؟ اخذتوا وصلتوا على قلب بيروت، واخذتوا الشباب اللي بدكم اياه وعملتوا اللي بدكم اياه وحكم مثل ما بدكم اياه، صار الجيش يجي ياخذ مين ما بده من البيت، واستغليتوا الفرصه لقد طلعت الشبيبه بكم عمليه استشهاديه، منها اللي بالمارينز ومنها مع القوات الفرنسيه ومنها مع مقر الحاكم العسكري احمد اصيل الله يرحمه بسور، وبدات تنقلب الصوره وصارت 6 شهور. في احد النواب اعتبر حادثه المارينز، اعتبروا انهم هن شهداء ضحوا بارواحهم كرمال لبنان. اذا بدك بحكيك اكثر، في البعض هلا بيعتبر الاسرائيليين اللي عم بيموتوا بلبنان شهداء وبده يروحوا يعزوا فيهم. اف ما بس بده يشرب ويسكي بتل ابيب. تل ابيب حبيبي، شرب ببيروت ويسكي. ليش بدك شو الويسكي بتل ابيب يعني احسن من هون؟ شراب على اساس انه يعني الاسرائيلي بيحترموه. ولا بالمعتقد التوراتي انت اسمك حيوان. الشعوب الاخرى غير الشعب اليهودي المقصر بينظروا له كحيوان يجب ان يكون بخدمتهم. لك شوفوا شو عم يعملوا بالمواقع المسيحيه، شو عم يعملوا بالمسيحيين، شوفوا هاي الاشارات وتعطيكم دلاله شو ممكن انه يحصل. انت فكر انه بكره يا حبيبي حتكون قرقور، يعني حتكون عبد، حيقشطك الوكالات الحصريه وحيقشطك المصارف وحيقشطك الغاز وحيقشط كل شيء، ويصير انتاجاته هي اللي تمتى اسواق وتقعد انت برا. فهموا؟ ما الكيد بيوصلنا لهالقد ولا الحقد بيوصلنا لهالقد، وما تخلونا نحكي اكثر. كل شيء مسجل ومعروف مين عم يعمل اتصالات هون وبرا ببعض المناطق، ما حدا يفتكر انه ومين عم يحرض مين وشو عم يساوي، كل شيء له حسابه. اتصالات مع الاسرائيلي طبعا برا، ايه برا. وهلا بدهم يدفعوا ثمن هذه المساله. انا يعني بتمنى من سيمون كرم انه بلحظه ما ياخذ قرار يقول انا ما بدي اكمل. واذا بده يثبت نوع من الوطنيه رئيس الجمهوريه مهما كان ثمنها، بضرب ايدي على الطاوله بقول ما بيروح الوفد. ما حراهن على نواف السلام، بعرف ليش بيقول ما بيروح الوفد اللبناني ابدا الا اذا ثبتوا اطلاق النار. ساعتها انت بتكون عم تأدي اول عمل وطني كبير ببدايه عهدك، وبتشكل ساعتها حاله للانطلاق نحو جديد، وبتلتف حواليك قوى كثيره. بس مش الوفد يعني، واليوم الاجتماع لو بده يعمل شيء كان عمل. عوض سلامتك، انا عم بحكي تمنيات. وبرضه بعد عنده فرصه اذا راح الوفد وقعد وضل القتال مثل ما هلا بلشوا بالبقاع الغربي وماشيين حتى بقرى بالزهرانه، وبضل اعلن بطلع بخطاب اعلن سحب الوفد اللبناني، ويزعل الامريكاني عمره ما يرجع، والعربي اللي اجى نصحنا وكذا كمان عمره ما حدا يرجع. المفترض عندك الكرامه الوطنيه، انا ما بروح على هالمفاوضات الا اذا وقف القتال تماما، وبدي جدول زمني ببدايه الانسحاب، وانا بعطيكم ساعتها جدول زمني بانه السلاح حيتسلم. يعني هلا انا حاكيك شغله مع انه له دوره الاقليمي بحقوق كذا. طيب اذا تحولت هذا السلاح لمساله وطنيه لبنانيه، نحن هلا ارضنا محتله، ما عادش فرقانه معنا القصه.
الايراني هو عم يحقق انتصاراته شوي شوي، وبكره بيرجع دوله اقليميه كبيره بيمشي الحال. نحن بدنا نكون كدوله وطنيه قادره اذا بكره تحقق هول الشروط الخمسه وانت بلشت تعزز الجيش 100 حل في السلاح، سواء كان بضم عناصر حزب الله مع سلاحهم الى الجيش اللبناني تحت امره الجيش اللبناني طبعا مثل ما قالوا المصريين السلاح بينعمل بالفريزر نقله على ايران مثل ما بدك. ساعتها كلنا نحن قلت خلص كفى المؤمنين شر القتال. وبنيجي بالسياسه بدنا بعد تعديل بالسياسه بالداخل حتى ما نروح على مراحل مثل هالمراحل، حتى يعني ما تتعدى القوانين بهالطريقه اللي عم يصيروا فيها ليعملوا. نحن بدنا نصلح بعد بدكم اتفاق الطائف، بدنا نصلح باتفاق الطائف، وبدنا الغاء الطائفيه السياسيه، وبدنا مجلس شورى، وبدنا تبادل السلطات. اكيد ما عادش هذا البلد ليش بده يضل هيك؟ لا من شو خوفانين ما حدا حياكل حق حدا، لا المسلم ياكل المسيحي ولا شيء. هلا انتم دارسين الواقع المسيحي بالبلد، انتم السبب بهجره المسيحيين. كلامكم هو اللي مخلي البعض ييأس من البلد ويطلع لبرا. لا تعالوا نبني دولة المواطنة، دولة عادلة لا طائفية نستطيع من خلالها نحفظ أمننا ويكون عندنا جيش قوي. أنا بدي أسأل كل السلطة، تقدروا أنتم تحكوا مع أي دولة ثانية خارج الأمريكان لتجيبوا ملالة؟ أبدا. أجبن من أنكم تحكوا أبدا. نحن في لبنان إذا بدك حطيها عنوان تحت الوصاية، إذا ما كنا كمان تحت الانتداب الأمريكي السعودي والضاغط الإسرائيلي. السعودي شو له عليه السعودي؟ هو اللي بيقرر بيجيب تعال وقف نحكي نحكي مظبوط على كتر خيرهم يجوا إذا بيساعدونا بالانسحاب وبيساعدونا بأمور كثير كتر خيرهم. أنا مع أي حدا عربي يجي حتى لو بكرة بالمستقبل قوة عربية تكون معها، ليش بدنا بس قوة أجنبية؟ خلينا نحشرها رأسين، بدنا نجيب حتى لو قوة مصرية وسعودية يجوا تفضل. فبالتالي نحن بحاجة حتى نبني دولة مثل العالم وخذوا اللي بدكم اياه. نحن شو واحد بده يضل معه سلاح؟ انا كل هالشيء بدي ارجع اقولها، بدي اندم فيه وقلت انا من يومين. نحن ما بس نازحين كاحياء، نحن نازحين كموتى. اللي عم يموت فينا هلا ما بياخذوا عضياته، بينزحوه نازح إلى مقبرة افتراضية مؤقتة. تصور أن يموت الإنسان ويدفن مؤقتا في أقسى منها بالحياة، ومن ثم بعد شوي نرجع نحفر قبره وبنشيله بيكون مات مرة ثانية. نحن عم نشيله لندفنه بضرابه. عم ننزح نحن وموتى مثل ما عم ننزح نحن وأحياء. ونحن وأحياء رايح شوي يطلع يا معركة فرد مرة أخيرا يا أما بلاها. هاي ما بيصير. هلا انا جاي عندك من الموقف لهون دمع عيوني، ما قدرت انا عم يسلموا علي الناس ما قدرت اطلع كل الاطفال والنسوان اللي قاعدين على الرصيف واللي قاعدين على يعني شيء ما عاد يحتمل. ما فينا مثل 82 ننتصر ل 2000 لنحرر. بدك تاخذ الاجراءات للمواجهه بمستوى هاي المواجهه. غير الاستراتيجيه بعد شوي بدكم تغيروا الاستراتيجيه لحتى طب ماذا هلا اذا ايران اتفق مع الامريكان؟ حيتفقوا بالاخر حتى لو صار بعد ضربه. طيب ونحن شو بتعمل؟ شو ماذا سننتظر؟ بس هي حتى شرط وقف الحرب والانسحاب الاسرائيلي. بتنسحب اسرائيل؟ ما تنسحب، يعني ممكن ترجع تندرع. ما تعطينا اسرائيل الا اذا تألمت. احفظوا هذا الكلام، الا اذا تألمت. وين؟ خلف ظهرها. وعلى فكره عسير خلف ظهرها بس مشان يعني البعض المعجب بالاسرائيلي. بكل سريه من الجيش الاسرائيلي لكل سريه هناك حاخام رجل دين يعني للارشادات والتعليم. شو يعني بيوصي الجند؟ انظر امامك فانت تملك افق العين. شو يعني انت وين بيسحب نظرك؟ هذا لا وين ما توصل لهون وتطلع عند لا هونيك الك، وصلت هونيك لا حدود لاسرائيل. شو بكمل؟ دع خلفك اورشليم وتقدم. الحق الشمس قبل ان تغرب. يعني بده يضلوا عم يتقدم وهي الشمس حتى لو راحت باتجاه الكره الارضيه بجد. هاي شو معناتها يا شباب؟
يا فهمانين، يلي قاتلكم الكيد والجهل والهبل، شو معناتها؟ انت مين اذا اجى اسرائيل واحتل؟ خليني نقول خسر حزب الله وتوزعت البيئه واللي بده يصير. انت مين؟ مينك بالمعادله؟